بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. روتين جديد ويوم جديد يا بنات. النهاردة إن شاء الله معايا مشتريات. طبعا احنا متفقين مع بعض إن أنا ما بجيبش مشتريات كلها مرة واحدة، بجيب اللي محتاجه البيت. ده أول حاجة. ثانيا أنا معايا النهاردة إن شاء الله خلطة. كلكم طبعا في ناس طلبت مني إن أنا أكرر خلطة تنظيف الملابس يا بنات السحرية بتاعتي. كتير دخلوا الاسبوع اللي فات مع ان الفيديو نازل من زمان، عايزين ان انا اعيد الخلطه تاني. فانا جبت مستلزمات الخلطه معاكم هنا في المشتريات عشان نعملها مع بعض. بس اهم حاجه ما تنسيش اللايك والاكسبلور. كنتيش مشتركه في القناه اشتركي في القناه كده ونوريني. وما تنسوش كمان تصلوا على النبي على افضل الصلاه والسلام. بصي يا حبيب قلبي، انا طبعا انا قايله لاولادي ان انا طبعا المشتريات الشهر اللي فات كنت جايبه، كنت قايله لكل واحد طبعا كان الكوتشيات بتاعتهم كوتشيات العيد اللي راحوا بها المدرسه. فقلت لهم ان شاء الله ربنا يفرجها كده وكل شهر اجيب لكل واحد كوتشي. فانا جبت للثلاثه الباقيين جبت الرقه جزمه باليرينا معاكم في المشتريات ايام ما كنا جبنا العروض الثلاثه ب 300. وجبت كوتشيين، واحد لمحمود وواحد لتقى اللي في سنه تالته اعدادي. المره دي جبت الكوتشي دوت لاياد اللي في اولى اعدادي. كوتشي جميل جدا يا بنات وخامته روعه تحفه كده. طبعا هما بيروحوا المدرسة بكوتشيات المدارس، بس يعني اللي هو بتاعت العيد يعني. فما جبت لهمش المدارس. جبت الكوتشي ده يا بنات قال لي عامل 600 او مش فاكرة، تقريبا عامل 500 ل 20. انا جبته على 400 جنيه. اسمه ميلانو، بس كوتشي خامته تحفة وستايله حلو خالص وشيك خالص يا بنات، عامل 400 جنيه. هنا برضو جبت الشرابات ديت طبعا عشان انا بشوف مش بجيب حاجات وخلاص، انا بشوف العجز اللي عندي وبجيبه. انا لقيت الولاد طالبين شرابات، قلت اجيب لهم المره دي، والمره الجايه اجيب لي رقى. يعني كل شهر بجيب لحد معين، مش بجيب الدنيا. حاولي وانتي بتشتري ما تجيبيش الدنيا كلها مره واحده يا بنات، عشان ما تحسيش انك بتصرفي كتير وفي نفس الوقت ما ياثرش معاكي في مصاريف البيت. الشرابات ديت قالت 3 ب60. انا صراحة جبتهم ال3 ب50. يعني ده ب53، ده يعني قصدي قالت 3 ب30. 3 شرابات ب30. فانا جبتهم ب50 جنيه كلهم. جبت التلاتة دول ب25 والتلاتة دول ب25. يعني نزلت في حساب كل واحد منهم 5 جنيه بس. طبعا جمال جدا وخامتهم حلوة والله بجد وعملية، وانا مجرباهم قبل كده يعني. طبعا رحت الحلواني. طبعا احنا عارفين ان الشتاء لا غنى عن المعجنات. عملت معاكم فيديو نزلته المره اللي فاتت، فيديو الكوكيز. عملت كوكيز جميل قوي يا بنات، انزلوا شوفوا في القناه. طبعا الدقيق دوت انا مجرباه تحفه يا بنات. الدقيق ده تحفه لجميع الاغراض. الحلواني ده انا بجيب منه في العيد. في نوع تاني الحلواني للبسكوتات وكده بجيبه في العيد. ده جبته لجميع الاغراض عشان لو عملت اي حاجه تانية. وعامه الاتنين ينفعوا في كل حاجه. وجبت كمان يا بنات ب20 جنيه كاكاو خام. دي ب20 جنيه كاكاو خام. الحلواني ده في مركز فاووس يا بنات. بصوا تحفة، حاجته نضيفة جدا فوق ما تتخيلوا، واسعاره حلوة لحد ما. جبت دوت يا بنات نصين ديت ايه، اللهم صل وسلم على النبي. ديت يا بنات كربوناتو. جبت نصين. انا دايما بقول لكم لما تجيبوا كيلو هاتوا نصاص، يعني قسموه على نصين. دي كربوناتو عشان نعمل بيه مسحوق الغسيل بتاعنا. الكربوناتو الكيلو يا بنات ب60 جنيه، ده نصين الكيلو ب60. تمام. وجبت هنا كمان زيت جوز الهند. ده جوز الهند ده ب25 جنيه. في طبعا زيت جوز الهند للبشرة وللشعر. انا جبته للبشرة. طبعا انا عندي حساسية على حساسية في ايديا من غسيل المواعين، في ايدي بتسمر وتغمق جامد. فكشفت قبل كده عند دكتورة قالت لي لازم تلبسي الجوانتي، وانا من الناس اللي ما بتحبش تلبس الجوانتي خالص. فايدي بتسمر وبتغمق جدا يا بنات. فطبعا انا بروح اكشف عند دكتوره. المراهم اللي بتكتبها بتبقى غاليه جدا، بتعدي ال 500 جنيه. يعني شوفوا من سنه كده كان الجوز المراهم اللي كانت بتكتبهم 500 جنيه. فطبعا حد قال لي، سمعت وصفه كده ان انا احط جوز الهند على الفازلين واحطها على ايدي. بس صراحه انا جربتها يا بنات تحفه بجد. جربتها بقى لي كذا يوم، لان المشتريات ده بقى لها كام يوم يعني. بس جربوها. واللي عارفه وصفه لايديا عشان حسيت غسيل المواعين والحاجات ديت تقولي في الكومنتات بالله عليكم. وصفة مجربة كده انتم مجربينها وجابت نتيجة معاكم، قولوا لي في الكومنتات. بس صراحة حطيت زيت جوز الهند على الفسدين جاب نتيجة حلوة يعني لحد ما. طبعا نزلت كمان. بنتي كان عندها زي ما قلت لكم، انا كل شهر بجيب لكل حد حاجة ناقصاه يعني.
فجبت الغيارات الداخليه دي، جبت لهم قبل كده غيارات، جبت لها قبل كده غيارات ساده، فقلت انوع واجيب لها ايه، غيارات من ديت يعني المنقطه للبنات الاطفال. هي عندها، هي لسه في رابعه ابتدائي، اصغر بنوته عندي يعني. تمام. الغيارات دي يا بنات في نوعيه وحشه، اقل من ديت عامله 45 جنيه او تقريبا 35 جنيه، مش حلوه. اما ديت طريه جدا جدا وخامتها حلوه، وفيها سنه لكره بسيطه كده حلوه معاكي، حتى لو جسمها مليان بيدخل فيها يعني. دول يا بنات الغيارين دول، قال لي الغيار من ده عامل 70 جنيه. بس انا بقى قلت له لا، انا الحمد لله فصلت معاه لحد ما وصلت وجبت الغيارين ب100. يعني الغيار من دوت بالشورت بالقميص بتاعه ب50 جنيه، يعني الغيارين دول ب100 جنيه. تمام. خامتهم حلوه خالص، يعني بصي ما تخليش حد يضحك عليكي، في نوع اقل من ده في الجوده كان بيقول ب50. قلت له لا، ده انا عارفه ان هو ب35 جنيه. اللي هو النوع الاقل من ده في الجوده هتبقى 35. اما النوعيه الحلوه الهاديه خامتها حنينه جدا على الجسم، جبته هو قال لي ب70 فجبته ب50. تمام. وصلت لحد هنا، لايكات كتير واكسبلور يا حبيبه قلبي، وما تنسوش تصلوا على النبي على افضل الصلاه والسلام. الحاجه الجميله النهارده اللي هنستخدمها في خلطه مسحوق الغسيل يا بنات، الزهره البيضاء. ده كيلو زهره بيضاء. طبعا انا دايما معوداكم ان انا اجيب الكيلو على نصين، ما اعرفش ايه اللي غفلني وخليت جبت ايه كيلو مره واحده. طبعا الزهره البيضاء دي يا بنات الكيلو ب40 جنيه من عند بتاع اي منظفات. ممكن تلاقيها عند العطار برضه، بس في الغالب كلها موجوده عند المنظفات. كيلو ب40. وجبت يا بنات ربع كيلو ملح ليمون ب25 جنيه. لقيت ملح الليمون غالي جدا، لقيته ب100، فقلت كفاية ربع، احنا مش بنكتر ملح ليمون يعني. وجبت صابون يا بنات تحفة، اللي هو الصابون اللي قدامكم ده، الكيلو ب7، 2 كيلو ب14 جنيه. الصابون ده حكاية في غسيل السجاد يا بنات، رهيب رهيب رهيب، وغسيل برضو الهدوم. بس انا كنت جايباه صراحة علشان اي اغسل السجاد. صراحة جربته واقسم بالله العظيم تحفة. الصابون ده يا بنات السائل ده، والكيلو ب7 جنيه يعني مش غالي. لغسيل السجاد. جبت كمان ربع كيلو يا بنات بطاطس ب20 جنيه، عشان ان شاء الله باذن الله لو لقيت تفاعل على الفيديو ده جامد جامد هعمل معاكم الصابون البلدي من الزيت المستخدم، ان انا بحوش بقالي فتره زيت عشان نعمله مع بعض. هنا طبعا يا بنات البوتاجاز بتاعي، المفتاح ده بتاع الفرن، فدايما بيفلت من درجه حراره الفرن، بيفط مني ويطلع. فاخر مره صراحه انكسر، فروحت ادور بقى فلقيت واحد زيه، لقيت واحد زي نفسه بالظبط. حتى يعني القشره بتاعته، فاهمين هو لونه اسود بس عليه قشره مطليه كده لونها فضي. لقيت زيه بالظبط ب20 جنيه. اما بقى قعدت ادور ما عجبنيش، وقعدت ادور كتير، لقيت واحد المونيا اصل اللي هو في ايدي ده يا بنات، المونيا بجد، مش هو مش عليه طبقه قشره، لا ده هو لونه فضي المونيا بجد يعني. فلقيته عامل 35 جنيه. انا بس ايه، هاخد الغطا، هاخد المفتاح واحطه على اللي هي البكره البيق السمرة ديت، على القديمه، عشان يبقى كل المفاتيح زي بعض. هو صراحه يعني لما جيت احطه على البوتاجاز لقيته صعب دخوله، بس ضغطت عليه ودخل. بس ما شاء الله ما شاء الله انا انبسطت جدا ان هو ايه، هيبقى بتاع الفرن، حتى مهما الفرن سخن مني وفوق مش هينخلع باذن الله، لانه محكوم. وغير كده ان هو ألمونيا صافي، يعني مش طبقه مطليه قشره زي القديم، زي الاصل بتاع البوتاجاز. صراحه هو طلع احلى من بتاع البوتاجاز. انا متعامله مع الانسان اللي انا بجيب منه الحاجات ده في فوز يا بنات، عنده جميع كل حاجه. كنت جايبه منه 2 درج للتلاجة بتاعتي، ادراج لو هبتيها في الارض ما تتكسرش منك، واسعارها كانت حلوه. تقريبا الدرج كان عامل 120، 2 كانوا عاملين 240 في الغالب، مش فاكره، في حدود كده يعني. دراج رهيب يا بنات، احسن كمان من الادراج الاصليه بتاعت التلاجة. هنا يا بنات انا كنت كمان برضو، انا لازم ما بروح اصلا لازم اجيب حاجه للولاد برضو معايا. فقلت صراحه من زمان ما جبناش، احنا ما نجيبش الفاكهه الا يوم السوق. وعارفين طبعا يا بنات انا ما اجيبش كل المستلزمات المشتريات، لان يوم السوق ده انا بشتري كل حاجه، مكرونات وشريات وزيت وطحينه وكل وعسل كل حاجه. فالحاجات اللي انا مش غير يوم السوق، اللي هي الحاجات اللي بجيبها زي كده. الجوافه ديت المفروض الكيلو كان عامل 30 جنيه. كانت بتتباع ب30 جنيه عند الكل يعني. المهم هو قال لي ب30، المهم جبتها ب25. يعني جبت 2 كيلو جوافة دي ب25. بس صراحة مسكرة جدا يا بنات، مسكرة بجد. تعالوا بقى للعيش اللي انا بحبه، البلح المرطب ده. خاصة البلحة ديت اللي عارفين البلحة الصفرا اللي هي الغالية، اللي هي سعرها عامل كيلو ربع ب100، هي ده الرطب بتاعها. انا من عشاق الرطب، مع انه بيتخن. بصوا انا كنت بنسف الطبق في 11 واحدة او 10. انا من عشاق الرطب يا بنات صراحة.
من عشاقه كده، بحبه جدا احسن من البلح، حتى الاحمر ما باكلوش يعني قد ما باكل الرطب ده. الرطب برضو قال الكيلو ربع ب50 صراحة، قلت له كيلو ونص، فجبت كيلو ونص ب50 جنيه يا بنات. بس جميل جدا اللي هو الرطب، انتوا عارفين اللي هو بتاع البلحة الصفرا الغالية، مش بتاع البلحة العادية. جميل يا بنات، جميل جدا ومفيد، وممكن تتقشريه وتعمليه عجوة في البيت عادي يعني. تمام. دي كل كانت مشترياتنا النهارده يا بنات. انا زي ما عودتكم كل فتره بجيب مشتريات كل شهر، ومعوده دايما ولادي ان انا اجيب كل شهر لكل واحد فيهم حاجه ناقصاه، عشان ما راكمش عليا المصاريف وكده واحس بضغط في المصاريف. دي كانت مشتريات النهارده. اهم حاجه لايكات واكسبلور يا حبيبه قلبي. ويلا تعالى بينا ندخل على الوصفه بتاعتنا بتاعه الغسيل. بص الوصفه دي هتنور لك غسيلك، وعن تجربه انا ماشيه عليها بقالي كذا سنه يا بنات. ديت تنفع الغسالة العادية والفوق اوتوماتيك والغسالة الاوتوماتيك، والله بجد. بصوا انا سبت لكم صابونه في الاخر اهو، انا كنت بشرها عشان الوقت، لان عامله معاكم الخلطه دي قبل كده. جربوها وقولوا لي في الكومنتات رايكم فيها ايه. هتجيبي 10 صابونات بحجم الصابونه ديت، مش الحجم الصابونه الصغيره. الصابونه دي عامله في السوق 10 جنيه، بس انا ما بجيبش يا بنات الصابونه اللي ما بجيبش فرد، انا بجيب كرتون على بعضها وبتكفيني ممكن 6 7 شهور سنه بحالها. باخد منها 10 صابونات يعني بعملها بالمبشره كده ببشرها، وبعد كده بفركها في ايدي. لما بفركها في ايدي بعد ما ببشرها بتتكسر كده. فاهمين؟ هو احط الصابون من غير بشر يا بنات، لانه ممكن يلزق في الهدوم بتاعك. اللي انا جربته قبل كده زمان، كنت بحط الصابونه بحالها في الغساله، فكانت لحد ما تغسل وتبوش بتلزق في الهدوم. لا انت تبشريه زي ما انا ببشره كده. 10 صابونات يا بنات بالحجم ده، واسمعوا بس مني المقادير الاخر، ان شاء الله الخلطه دي هتعجبكم باذن الله. اي مسحوق عندك عادي، الشكاري اللي هي بتتباع الرخيصه اللي هي 120 130 دي. بصي الشكاره ديت تقريبا كانت عامله 120 جنيه، مش فاكره. انا كنت عامله معاكم المره اللي فاتت، شوفي من شهور نصها، وهعمل المره دي نصها. هي عامله 10 كيلو، هنعمل 5 كيلو، هنحط ال5 كيلو بحالهم. وفي كمان عندي بتاع المنظفات اللي انا بشتري منه في شارع الدروس في فاقوس، في مركز فاقوس. عنده برضو المسحوق اللي زي ده فرط، الكيلو ب15 جنيه، وفي كيلو ب20. تمام. عايزه تجيب الفرط هاتي، عايزه تجيب الشكاره زي ديت اوفر واحسن في البيت. بس الشكار دي انواع يا بنات، يعني انا صراحه النوع ده ما عجبنيش. بعرف من الغسيل النوع، بس هو اللي ما عجبنيش. انا بجيب للاسف كل ما بروح له بلاقي شكار شكل. بس انا اتعلمت حاجه بقى، ان انا الشكاره اللي تعجبني في الغسيل اطبقها وعينها عشان اساله واجيب نفسها. بعد كده هتجيبي 2 كيلو مسحوق، اي مسحوق انت بتحبيه، باهي، اوكسي، ريال، برسيل. بس انا بحب الاوكسي فبستخدم الاوكسي. موضوع المسحوق دوت انت مش مجبره بيه، يعني تستخدمي اي نوع انت بترتاحي فيه. تمام. انا بستخدم اوكسي عشان انا برتاح في اوكسي وريحته بتبقى جميله في الهدوم. هنا هنحط ايه يا حبيبه قلبي؟ نص كيلو كربوناتو. نص كيلو كربوناتو قلت لكم عامل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، عامل 30 جنيه. نص كيلو عامل 30 جنيه. هنيجي بقى احنا جايبين ربع كيلو ملح ليمون، هنحط نص الربع، نص ربع كيلو الملح الليمون، يعني نقول ب10 جنيه او 12 جنيه. بصوا الربع يا بنات. هنا طبعا كنا جايبين كيلو الزهره البيضاء. الزهره البيضاء دي بتنور اي غسيل انت هتغسليه. بصي الوان ابيض اسمر اي غسيل عامه، بس الخلطه دي انا مش بغسل بيها الهدوم السمراء. تمام. انا هقول لكم انا بغسل الهدوم السمراء بايه. هنحط نص الزهره البيضاء. الزهره البيضاء ديت يا بنات بتنضف جدا جدا فوق ما تخيلوا. طبعا الوصفه دي ما تخافيش فيها، استخدميها عادي الغساله الاوتوماتيك، لان عندك الكربوناتو بيمنع الرغوه يا بنات، بيمنع الرغوه. كل الحاجات دي مش مضره حتى على الغساله الاوتوماتيك، والله استخدميها وقولي لي. تنفع الاوتوماتيك والفوق اوتوماتيك والغسالات العاديه وكل حاجه. وينفع كمان هقول لكم ان شاء الله، بس لو لقيت تفاعل على الفيديو هقول لكم هنستخدم الخلطه دي في غسيل السجاد ازاي. تمام. هي دي كانت كل مكوناتنا. في حاجه كمان ممكن تحطوها، الفانيش البودر. لو عايزه برضو تدي نتيجه اعلى خدي فانيش بودر. بس انت عندك ملح ليمون وعندك كربوناتو وعندك زهره بيضه في المسحوق بتاعك، هيخلي لك الغسيل بجد ينور. الطريقه بقى برضو التانية اللي هتخلي الغسيل ينور مع الوصفه بتاعتنا، اللي انك تشغلي الغساله على غسيل بس، وبعدين ترجعي بنفس الميه ونفس المسحوق تعمليها دوره كامله. يعني تعملي الاول نص دوره غسيل بس، بعد كده تعملي دوره كامله اللي هو الغسيل والشطف والتجفيف. دي الطريقه اللي هتخلي لك مع الخلطه دي الغسيل بتاعك بيبرق والكل هيجي بص هيتكلم وهيتجنن كده من شكل غسيل. والله العظيم يا بنات من يوم ما بستخدمها ما بحطش كلور ابدا. الكلور ده كان عقده حياتي، كان بيبوظ لي هدومي حرفيا.
انا من يوم ما استخدمت الخلطه ديت انا ما بستخدمش اي كلور خالص بجد والله العظيم يا بنات. ولو انت عايزه برضو لو هدوم ولادك لسه اطفال وبيوسخوا ويطلعوا الشارع ولا كده، حطي فانيش اللي هو الكلور الفانيش البودر، حطي برضو، هاتيلك كذا كيس وحطيه في الخلطه ديت. طبعا انا ولادي الحمد لله كبروا لحد ما، والبقع مش اللي هي، بس الحمد لله انا بظبط نظام الغساله مع الخلطه ديت، بتنور لي الغسيل خالص وترجعه نضيف وتشيل اي بقع عندي. تمام. ولو حاسه ان الغسيل بتاعي وسخ خالص بديله دوره غسيل وارجع اعمله دوره غسيل وارجع اعمل الدوره كامله بنفس المسحوق ونفس الميه، ما تخافيش. تمام. تمام. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. استنوني فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.